من حوالي 200 سنة كانت مصر غير مصر اللي احنا عارفينها دلوقتي. بلد مليانة خير بس غرقانة في فوضى، مماليك بيحكموا والناس تعبانة بين الضرايب والحروب. وفي وسط ده كله ظهر راجل غريب جاي من بعيد، من مقدونيا، اسمه محمد علي باشا. الراجل ده ما كانش مجرد والي، لأ، كان عنده حلم كبير، حلمه إنه يبني دولة بمعنى الكلمة. بس يا ترى لما بدأ يبني الناس كانت عايشة إزاي؟ هل فعلا المصريين عاشوا أحسن ولا تعبوا أكتر؟ تعالوا نرجع بالزمن ونشوف مصر زمان كانت عاملة إزاي. سنة 1805 القاهرة كانت مليانة اضطرابات. المماليك والعثمانيين بيتخانقوا، والناس زهقت من الحروب والظلم. في الوقت ده المصريين نفسهم قرروا يختاروا محمد علي والي على مصر. الراجل كان ذكي جدا، عارف ازاي يكسب حب الناس، وفي نفس الوقت يعرف يتحكم في الكبار اللي حواليه. بدأ يظبط البلد، ينظم الضرايب، يلم السلاح، ويرجع الأمان شوية بشوية. بس الحقيقة إن التغيير ما كانش بسيط، لأن محمد علي كان بيحلم بحاجات أكبر من اللي الناس متخيلها. هو كان عايز يعمل جيش، مصانع، تعليم، إدارة، تجارة. باختصار كان عايز يعمل مصر جديدة من أول وجديد. أغلب المصريين في الوقت ده كانوا فلاحين، يعيشوا في قرى صغيرة حوالين النيل، بيوت من طين سقفها من الجريد، والأرض هي كل حياتهم. يصحوا قبل الفجر، يروحوا الغيط بالمحراس والجاموسة، وستات تساعد في الزرع والحصاد، والأطفال يجروا في الطين بضحك بريء. محمد علي لغى نظام الإقطاع وخلى الأرض ملك للدولة، وبدأ يوزعها على الفلاحين يزرعوا محاصيل معينة، أهمها القطن. القطن ده كان بالنسبة له الذهب الأبيض، لأنه هيبيعه لأوروبا ويجيب فلوس تبني البلد. بس ده كان معناه إن الفلاح لازم يزرع اللي الحكومة تقول عليه، ويسلم المحصول غصب عنه، ولو اتأخر أو قل الإنتاج كان العقاب قاسي. ومع كده الناس استحملت، كانوا بيشوفوا إن الراجل ده بيعمل حاجة كبيرة، حاجة ممكن تغير البلد كلها. محمد علي ما كانش عايز مصر تفضل بلد زراعة وبس، هو كان شايف إن لازم يبقى عندنا صناعة، فبدأ يبني مصانع للنسيج والسفن والسلاح. استورد آلات من أوروبا وجاب خبراء أجانب يعلموا المصريين، وبصراحة دي كانت أول مرة في التاريخ المعاصر مصر يبقى عندها مشروع تصنيع وطني. لكن ورا الآلات دي كان في عرق وتعب، عمال مصريين بيشتغلوا ليل ونهار في الحر مقابل أجور بسيطة، بس بإحساس إنهم بيبنوا بلدهم. تدريجياً المدن زي بولاق والإسكندرية بدأت تتغير، الورش اشتغلت والدنيا اتحركت، مصر بدأت تحس إنها طالعة لفوق. القاهرة في عهد محمد علي كانت بتتغير بسرعة. الأسواق القديمة رجعت تدب فيها الحياة. التجار بيبيعوا قماش مستورد، أدوات جديدة، سلع غريبة الناس أول مرة تشوفها. طبقة جديدة بدأت تظهر، كتاب، تجار، موظفين، ناس بتلبس لبس أنيق وبتتكلم عن أوروبا والعلم والنهضة. بس الفلاح البسيط ما اتغيرش كتير، أكله زي ما هو، عيش، فول، شوية خضار وجبنة. يقعد بالليل قدام لمبة الجاز يسمع قصص من الجد ويحكي عن الباشا اللي بيبني جيش وعن البحر اللي مليان سفن مصرية. محمد علي كان مؤمن إن البلد اللي ملهاش جيش ملهاش كرامة، فقرر يبني جيش مصري حقيقي. لأول مرة بدأ يجند من الفلاحين، والناس خافت لأن التجنيد وقتها كان قاسي جدا. لكن بعد سنين المصري بقى يعرف يستخدم السلاح ويتعلم النظام والانضباط. الجيش ده هو اللي حارب في السودان وفي الشام ووصل لحد الأناضول. وفي نفس الوقت الراجل منسيش التعليم، فتح مدارس جديدة وأنشأ مطبعة بولاق، وبعت شباب يتعلموا في فرنسا علشان يرجعوا يبنوا البلد بعلم حديث. دي كانت أول مرة في تاريخنا الحديث المصري يسمع عن بعثة تعليمية ومدرسة هندسة وطب. في الريف كانت الحياة بسيطة جدا، البيت صغير بس مليان دفء ولمة، الست تطبخ على نار الحطب، والراجل يرجع من الغيط يلاقي العيال حواليه. الناس كانت بتحب بعض وتخاف على بعض، والإيمان كان حاضر في كل تفصيلة. الأذان ينادي، الكل يسيب شغله ويصلي. في المدن ظهرت المقاهي
الناس تتجمع فيها، يشربوا شاي ويحكوا عن الباشا وأخبار الحرب والتعليم. الثقافة بدأت تتفتح، والمصري بقى عنده فضول يعرف إحنا رايحين على فين. في آخر أيام محمد علي الراجل كبر وتعب وتخرف في آخر عمره شوية، بس البلد كانت اتغيرت خلاص. بقى عندنا جيش ومصانع ومدارس ومطابع. صحيح الفلاحين تعبوا جدا، بس هم اللي شالوا الحلم على ظهرهم. من غيرهم ما كانتش مصر هتبقى بالشكل ده. محمد علي غير شكل البلد، بس كمان غير عقل المصري. خلى الناس تحلم بدولة قوية فيها علم وعدالة وشغل ونظام. لما نبص النهاردة على مصر هنلاقي إن جذور كل حاجة حديثة فيها بدأت أيام محمد علي، من أول المدارس والجيش لحد المصانع والتعليم. المصريين وقتها تعبوا قوي، بس تعبهم ما راحش هدر، هو اللي بنى الأساس اللي احنا واقفين عليه دلوقتي. التاريخ ساعات بيظلم البسطاء، بس الحقيقة إنهم هم الأبطال الحقيقيين. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، واستنونا في الحلقة الجاية من سلسلة من قلب التاريخ علشان نعرف أكتر عن الناس اللي صنعوا مصر اللي احنا بنعيشها النهاردة.